عاجل الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني بعد سنوات من الاختباء. أهلا وسهلا بحضراتكم. المغني اللبناني سلم نفسه لقوة من الاستخبارات الجيش عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا، حيث أفادت مصادر مقربة جدا من فضل شاكر مساء السبت بأن الفنان اللبناني سلم نفسه إلى قوة تابعة لاستخبارات الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة المؤدي إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا بجنوب لبنان. وقال شهود أن شاكر مشي من مخيم عين الحلوة إلى حاجز للجيش قرب من الحسبة في صيدا، وكان مرتاحا وغير مضطر ويتحدث إلى أصحابه بتفاؤل. وأضاف شهود العيان أيضا أن 3 ضباط من الجيش اللبناني تسلموه تمهيدا للبدء في استجوابه لاحقا. وشاكر المولود في صيدا لعام 1969 لوالد لبناني وأم فلسطينية، وهو من أبرز المطربين في العالم العربي، وعرف بأعماله الرومانسية ودفء صوته، إلى أن اعتزل الغناء في 2012. وأعلن الفنان اعتزاله وانضمامه إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير المسلحة عام 2012، وبعد مواجهات بين الجيش اللبناني وجماعة الأسير في بلدة عبرة في 2013 لجأ شاكر إلى مخيم عين الحلوة هربا من ملاحقته. واندلعت الاشتباكات في بلدة عبرة قرب صيدا إثر هجوم على حاجز عسكري أدت إلى مقتل 18 عسكري و11 مسلح، وانتهت بسيطرة الجيش على مجمع كان يتخذه الأسير ومناصروه مقرا لهم. وتوارى شاكر واسمه الحقيقي فضل شمندور في مخيم عين الحلوة الأكبر للاجئين في لبنان. يذكر أن الفصائل الفلسطينية تتولى أمن المخيمات التي لا يدخلها الجيش اللبناني. وفي 2020 أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكمين غيابين بالسجن بحق شاكر بتهمة التدخل في أعمال الإرهاب على خلفية دعم مجمعات متشددة شاركت في معارك ضد الجيش اللبناني. وقبلهما صدر حكم عسكري غياب آخر في حق شاكر في سبتمبر 2017 بالسجن 15 عام مع تجريده من حقوقه المدنية. ولحد كده بيكون انتهت تفاصيل الخبر النهاردة. ما تنسوش اللايك على الفيديو، وكمان اشتركوا وفعلوا الجرس عشان خاطر يوصلكم كل الجديد والترند.